السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله ده الجزء الثاني من الشوبينج كارت. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل حاجتين مهمين جدا. أول حاجة هنعرض المنتجات عندنا، وبعد كده نضيفها للكارد هنا ونعمل صفحة الكارد برضه. هنعمل إيه تاني؟ 3 حاجات مهمة ننظمهم كده عشان نمشي بالترتيب في الفيديو. أول جزئية هنعمل عرض المنتجات هنا بشكل كويس إن شاء الله. بعد كده عندنا زرار اسمه اد تو كارد لكل منتج، هندوس عليه فيتضاف في الاد تو كارد ويبين ان في مثلا حصل اضافه فيزيد 1 2 3 وهكذا. ولما افتح الاد تو كارد هيعرض لي هنا الاد تو كاردز بتاعتي، وعندي زرار برضو هيكون فيه فيو اول مثلا الحاجات اللي انت ضفتها في الاد تو كارد بتاعتك، ولو دوست عليه هيروح لصفحه الكاردز بتاعتك اللي انت ضفتهم في او المنتجات بتاعتك اللي انت ضفتها في الشوبينج كارد. يبقى هما 3 حاجات. نمشي واحده واحده بترتيب ونبدا على بركه الله. اول حاجه ما ينفعش طبعا يظهر الاد تو كارد اللي هي الايكون بتاعه الشوبينج كارد غير لما يكون عامل لوجن. بس اي شخص يفتح الموقع يقدر يشوف المنتجات، بس ما يقدرش يضيفها للاد تو كارد. كلام جميل جدا، ده مجرد لوجيك لازم يكون في دماغك. تعالوا نمشي واحده واحده، نبدا نحط المنتجات بشكل كويس وبعد كده نبدا نشوف فكره الاد تو كارد. تمام جدا. اول حاجه انا هروح لصفحه، احنا في صفحه الاندكس اهو. سيكشن الكونتنت طبعا ده مش هيكون هوم بيج ومش هيكون كلمه سيكشن فور، ده كان مجرد بس بنتست اللوجن والريجستر واللوج اوت. هنعمل هنا سيكشن مثلا كلاس اسمه هوم مثلا، هعمل ديف جواه واخد كلاس كونتينر. الكونتينر ده هيكون فيه حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ هيكون فيه الجزء اللي على الشمال، نقفل ده معلش، يكون في جزء على الشمال هنا كده فيه المنتجات مثلا لحد نص الشاشة ولا حاجة، والجزء اللي على اليمين ده ممكن مثلا نحط فيه خلينا نسيبه فوق دلوقتي، نمشي واحدة واحدة. ادي الكونتينر، هنعمل مثلا ديف واخد كلاس اسمه برودكتس. الديف اللي واخد كلاس اسمه برودكتس ده هيكون فاضي. ليه فاضي؟ عشان انا هحط فيه الداتا بتاعتي بال HTML بالجافا سكريبت، عشان هيكون كذا ايتم، مثلا هنخليهم 4 ايتم وهيتفرشوا هنا في حلوه هيتفرشوا دي، هيتحطوا هنا في ال HTML، بس هنكتب الكود بالجافا سكريبت عشان هيكون كذا ايتم وهعمل لوب وكده. طيب تمام جدا كده خلاص. تعالوا خلينا نعمل منتج واحد. نعمل منتج واحد هنا وبعد كده ناخده كوبي بيست ونحطه في الجافا سكريبت. هنعمل ديف هسميه برودكت ايتم. البرودكت ايتم ده هيكون فيه عباره عن ايمج هتكون على الشمال، ايمج سورس مثلا. انا جبت 4 صور اللي هم اهم، او 5 صور مش فاكر، 4 صور عبارة عن هيدفون مثلا ونضارات ولاب وساعة وهكذا. براحتك هات الصور اللي انت عايزها مش مشكلة. هخش جوه فولدر الايمجز، هجيب منه مثلا الهيدفون ولا حاجة، وهديها كلاس برضو برودكت، سميها برودكت ايتم ايمج. وما ننساش ابدا الصورة يفضل يكون في الالت، عشان ده مهم جدا للسيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني عشان الموقع يظهر في نتائج البحث يفضل تحط الالت في الحاجات دي في الايمج يعني. هسمي هنا ايمج ايا كان، ممكن تسميها بنفس الايمج الهيدفون يبقى كويس جدا. دي كده الصورة هتكون، هعمل كده الايتم بتاعي، الصورة هتكون على الشمال وهيكون في تايتل ومثلا السايز بتاع الصورة ده مثلا السايز بتاعه، وهيكون في هنا الايكون بتاعت الاد تو كارد، وهيكون في الاد تو فيفورت مثلا. تمام تمام. هيكون عندنا ديف تاني واخد كلاس مثلا برودكت ايتم ديسكريبشن، يعني هيكون في ايه؟ هيكون في التايتل وليكن H2، هنا اسمها مثلا هيدفون ايتم، وهيكون في مثلا باراجراف يشرح المنتج ده، مثلا لوريم ابسوم وليكن 10، او خليها طبعا ده اي كلمتين مفيش مشكله خالص بيشرح المنتج يعني. وبعد كده عندنا هيكون في سبام، السايز بتاعك هيكون بالشكل الاتي وليكن لارج مثلا،
هنحط دي في ماشي، خليها كده كويس. وبعد كده هنعمل ماشي، هنعمل ديف تاني. نعمل ديف تاني هيكون في الاكشنز بتاعتك. برودكت لازم يفضل يكون تاخد اسم البيرنت وتزود عليه برودكت ايتم اكشنز، اللي هي ايه؟ اللي هي الاد تو كارد والاد تو فيفوريت. فاحنا ممكن نجيب اتنين ايكون الفونت اوسم بتاعتنا. اقول له مثلا اد اول حاجه شوبينج كارد، شوبينج كارد ايكون فونت اوسم. تمام، دي الشوبينج كارد بتاعتي. اول حاجه لازم نينكلود الشوبينج كارد. انا هحطها سي دي ان عادي، هقول له فونت اوسم، فونت اوسم 5 سي دي ان عشان اخد اللينك على طول بدل ما اقعد ادور. هيقول لي اللينك اهو، خد ده كده كوبي، كوبي يو ار ال، احطه في اللينكات فوق عندي، اقول له لينك. تمام كده حطيت الفونت اوسم. اقدر بقى اروح هنا واجيب الفونت دي بكل بساطة. دي كده هتتحط في الهيدر هنا. طب خلينا دلوقتي مش مهم دي، عايزين اخليها عندي. ماشي، انا خدتها كوبي احطها عندي هنا مثلا في كومنت فوق هنا كده، هستخدمها تاني. و عايزين مثلا ايكون ال add to cart. يفضل يكون بوتون بصراحة، بس خلينا نشوف ايكون مثلا. خليها زرار، يعني ده زرار، والايكون بتاعت الاد تو فيفورت اللي هي الهيرت ده يكون ايكون. يبقى احنا عندنا ايكون وعندنا بوست انتر ماتيريال ريسيرش ولا نت ويف ولا ايه. تمام، هنخلي مثلا الهيرت ده يبقى عندنا هيكون فيه زرار وهيكون فيه ايكون. نستخدم دي وبعد كده نستخدم زرار. ماشي. البرودكت ايتم اكشن هيكون فيه بوتون واخد كلاس اد كارد مثلا، او اد تو كارد. هنا اد تو كارد. وهيكون في الايكون بتاعتنا الاي كلاس اف اي اللي خدها من فوق بقى على طول، اللي هو الاد تو فيفوريت. تمام جدا. تعال نشوف الشكل وبعد كده نظبط الستايل. الله اكبر. تمام، ده كده الشكل بتاعي. تعالوا واحده واحده نظبط بسرعه الستايل بتاعنا. هنيجي هنا في الستايل الخاص بصفحه الاندكس. ماشي، هنعمله هنا في الستايل. هنا عندنا البرودكتس، هيكون طبعا جنرال لان البرودكت هتتكرر في معظم الصفحات. في الاد تو كارد مثلا هيكون نفس الشكل مع اضافه بعض الحاجات البسيطه طبعا. اقول له اول حاجه هات لي الكلاس اللي اسمه برودكتس ده. ده الكلاس اللي هو ماسك الايتمز كلها. هديله مثلا هديله ويتس مثلا، ويتس 60%. وعايزه يبعد شويه عن الهيدر مارجن مثلا من فوق ومن تحت يمين وشمال، مش عايز. تمام. هو طبعا مش هيظهر حاجه دلوقتي لسه، بعدت بس المسافه ال10 دي. اقول له هات لي البرودكت، برودكت ايتم اللي هو طبعا اللي شايل كل حاجه. برودكت ايتم شايل الايمج وشايل الديف ديسكريبشن وشايل الاكشن، هحطهم كلهم جنب بعض. فانا هدي للبيرنت ديسبلاي بالظبط ديسبلاي هيكون فيليكس، فيكونوا جنب بعض بالشكل ده. تمام جدا. هندي للصوره حجم معين. اقول له هات لي، انا عندي على طول برودكت ايتم ايمج. فكره ان انت تسمي تاني، فكره ان انت تسمي الحاجه باسم كلاس مثلا البيرنت وبعد كده ايمج مثلا، بدل ما تقعد تعمل نيستنج. يعني بدل ما اقول له هات لي البرودكت ايتم مسطره دوت برودكت ايتم ايمج، فانا كده قررت يعني بدل ما اعمل الحوار ده اللي هو اقعد اعمل كده النيستنج بتاعي ده. طب ما هنا ده البيرنت اسمه برودكت ايتم والابن اسمه برودكت ايتم ايمج، فخلاص مفهومه. مفهومه ان ده برودكت ايتم ايمج، الايمج بتاعه البرودكت ايتم. ففكره ان انت بتسمي بطريقه البيم، يعني الطريقه دي هنشرحها تاني اللي هي طريقه البيم، ان انت بتسمي تاخد اسم البيرنت وتسمي بعديها باسم تاني للتشايلد بتاعك. هنشرحها تاني، بس خد لك ملحوظه. فكره ان انت بتسمي باسم البيرنت ده بيوفر عليك موضوع النستنج. طيب انا عايز البرودكت ايمج مثلا تاخد لها ويتس وليكن 25%. كويس قوي، هعمل ريفرش. حلو جدا. ماشي، تعالوا نشوف البرودكت ايتم
ياخد الويتس بتاع الاب كله اللي هو 60%، في يعني 100% من ال 60%، يعني ان هو ياخد ال 60 كلهم في المية، ونديه باك جراوند كده وليكن ريد بس عشان اشوف الشكل. تمام 100 100. خلينا بدل ما نديله باك جراوند هنديله طبعا بوردر خفيف كده 1 بكسل سوليد دي ده اللي هو يعني تمام الى حد ما كويس. وبعد كده تعالوا نظبط الصورة، تسيب مسافة جنبيها، اقول له مارجن رايت وليكن 10 بكسل بحيث ما يكونش لازق الدنيا كده. ماشي تمام. الاد تو كارد هخليها على اليمين، والباشا اللي هي الهيرت هخليها تحت على الحتة دي، او براحتك ممكن تخلي دي على اليمين دي تحت اللي انت عايزه يعني. تمام. يبقى هنعمل ايه؟ قلنا هنخلي الزرار على اليمين. هنيجي للزرار اللي جوه البرودكت ايتم. المرة دي بقى ان الزرار مش مديله انا كلاس، او ما تمام مديله كلاس مديله اد تو كارد. خلاص هاجي اقول له هات الاد تو كارد ده. ممكن طبعا بما ان الاد تو كارد مش بيعبر ان هو جوه البرودكت ايتم، فممكن ساعتها نعمل حوار النستنج ده عادي خالص. طيب اد تو كارد عايز تعمل ايه؟ عايز اجيبه على اليمين خالص، عايز اجيبه على اليمين خالص. كل مره افتح ده ماشي. فانا ممكن بما انهم كلهم واخدين ديسبلاي فيليكس، فانا ممكن اعمل حركه حلوه اللي هو اجي اقول للبيرنت البرودكت ايتم، لو انا قلت له جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، مسافات ما بينهم، فهو اوتوماتيك هيجي هنا وده هيجي ناحيه الايه اللي هو يعني كل واحد مسافات ما بينهم، بس واضح ان المسافه دي كبيره قوي، المسافه اللي هنا كبيره قوي، انا مش عايز المسافه دي كلها. فانت ممكن تعمل حركه حلوه اللي هو ايه، اللي هو انت هتيجي هتقول لي الديف اللي شايل البرودكت ايتم اكشن ده، هتقول له انت الفيليكس بتاعك واحد، بحيث ان هو يملأ جزء كبير من المحتوى ده، واقول له انت اي حاجه جواك خليها تكست اونلاين رايت بالشكل ده، فكله يجي ناحيه اليمين بالشكل ده. تمام جدا. الاد تو كارد انا هعتبره ديسبلاي بلوك، عشان بحيث ان هو يكون ينزل التاني ينزل تحت كده. فطبعا جه هنا خلاص مفيش مشكله، ممكن اقول له بما انه ديسبلاي بلوك فاعتبر ان هو ما بيتوسطنش عن طريق التكست، وبقى عنصر بلوك. ازاي وسط؟ هخليها على اليمين. عندك حلين، يا اما تقول انا هزقه من ناحيه الشمال، كلمه ازقه من ناحيه الشمال يعني مارجن ليفت اوتو، كده كأنك بتزقه من ناحيه الشمال فيجي ناحيه اليمين. تمام جدا. الحل التاني تعمل له فلوت طبعا، فخلينا بالمارجن افضل من الفلوت عشان ما يحصلش مشكله بسبب الفلوت وكده. طيب عندنا برضو الايكون، او تعال نظبط الزرار ده. انا هقول له ايه اول حاجه؟ باك جراوند مثلا عايز لون اخضر، دارك جرين ده كويس. الكالر بتاع الكلام ابيض. البوردر مثلا مش عايز بوردر. نعمل بادنج مثلا من فوق ومن تحت 10 بكسل، من اليمين والشمال 20 بكسل. الفونت سايز بتاع الكلام خليه مثلا 14 بكسل. خلينا نشوف كده. الى حد ما شكل لطيف. عايز الكرسر بتاع الكمبيوتر والفونت سايز يكون نفس الفونت فاميلي، قصدي يكون نفس الفونت فاميلي اللي هو، عشان البوتنز بتكون مش بتاخد الفونت فاميلي بتاع البودي، فانت تاكد عليه. تقول له اي بوتن، ممكن طبعا نخليها بعد كده كلاسات جنرال هنعملها ان شاء الله، ان انت تقول له اي بوتن اي انبوت ياخد الفونت فاميلي اللي اسمه او سلات ده. ممكن بعد كده نزود الخط نخليه 16 بكسل مش 14. 100 100. هنيجي بقى ال اسمها ايه دي، الاد تو فيفورت نخليها تحت هنا مثلا. ممكن نعمل ايه؟ ممكن اقول له هات البرودكت ايتم، هات ال او يفضل دي كده برودكت ايتم اكشن، بس ان احنا نكون ماشيين كويس. وهنا البرودكت ايتم اكشن عايز الاي، ممكن نسميها فيفورت مثلا، نديها كلاس فيفورت، اقول له هات الفيفورت ده. انا هخليه الكيرزر بتاعي يكون بينطر عشان اقدر ادوس عليه بالشكل ده، وعايز اخليها تحت هنا. تعالوا نظبطها كده بالانسبكت ونجرب ونشوف. خلي ده تحت. هنا اهو، ادي الاي وادي الباشا ده. ممكن نقول له كده الاين ايتم، اقول له انت ديسبلاي فيليكس برضو. المرة دي الاين ايتم او justify content space between. طبعا justify content محور اكس، انا عايز الفيليكس دايركشن بتاعي يكون كولم بالشكل ده. اقول له justify content space between بالشكل ده. عملت ايه تاني؟ دي كلها كلاسات الفليك، شرحتها كذا مرة، شرحتها كذا مرة.
ان البيرنت نفسه اوتوماتيك جاستيفاي كونتنت مع الفيليكس دايركشن رو، اوتوماتيك الاثنين بيكونوا رو، فعشان كده بيكونوا جنب بعض. فانت بتقول له جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، يعني مسافات ما بينهم في محور الاكس. بس انا دلوقتي غيرت الايه الدايركشن، خليت دايركشن كولن بالطول، فاصبح ان جاستيفاي كونتنت خليت المسافات ما بينهم بالطول بالشكل ده. ارجع تاني لدرس الفيليكس عشان انا شارح الجزئيه دي بالتفصيل ممل. طيب انا ملاحظ ان الايكون بتاعتي هنا لما اجي اشاور هنا بتتطبق، فانت مش عايز كده، انا عايز بس على قد الكلمه، فهقول له بمنتهى البساطه انت الديسبلاي بتاعك اللاين بلوك عشان اقدر بس ادوس على الحته دي، مش هدوس على اي حته لو انا شاورت كده برضو. عشان ماشي احنا ممكن نخلي ديسبلاي اونلاين بلوك، وممكن نقول الويدث بتاعك بتاع الايكون ده مثلا 20 بكسل ولا حاجه، او ديسبلاي بلوك. تعالوا كده نجرب نخلي ديسبلاي بلوك كل ده ماشي. الويدث 20 بكسل، وهقول له برضو مارجن ليفت اوتو، بحيث ان هو يكون على قد الحته، ما اقدرش ادوس في اي حته تانية بالشكل ده. تمام. طبعا الستايل مليون طريقه مفيش مشكله، المهم ان انا بس عايز اركز على الفانكشناليتي افضل بكتير من الستايل. طبعا انا نسيت حاجه الا وهي هنا قلنا هدي ديسبلاي فيليكس وجاستيفاي كونتنت سبيس بتوين والفيليكس دايركشن كولن عشان يجي بالشكل ده 100. ممكن انت تبعدهم بقى براحتك، مفيش اي مشكله. هنعتبر ده ان هو ده الايتم بتاعنا او الشكل بتاع الكارد بتاعنا، الشكل بتاع البرودكت بتاعنا. عندي 4 ايتم، فانا لو خدت كده 4 ايتم هيكونوا طبعا بدل ما اكررهم هنا، بس خلينا نكررهم بس سريعا كده 2 3 4، ونغير الصور، او مش لازم نغير الصور، نبعدهم بس عن بعض. نبعدهم عن بعض ازاي عندنا البرودكت ايتم نقول له مارجن بوتوم وليكن 15 بكسل، او براحتك ادي 10 20 اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. تمام كده. كده خلاص يعتبر خلصنا العرض بتاع المنتج. نحط بقى الدنيا دي عندنا فين؟ في الجافا سكريبت. نحطها عندنا في الجافا سكريبت. طبعا نحطها ازاي يا باشمهندس؟ واحده واحده معايا بقى. هشيل كله واسيب منتج واحد عشان اخده كوبي بيست. هروح للجافا سكريبت، السكريبت بتاعنا اللي هو ده كان بيعمل ايه هنا؟ ده الخاص بالسكريبت. تمام. ده كان بيعمل لوج اوت الفيديو اللي فات. تمام جدا. هنيجي هنا نعمل ديفاين البرودكتس مثلا. هعمل طبعا البرودكتس دي عباره عن اوبجكت، هعمل البرودكتس دي عباره عن اوبجكت في الصوره، في التايتل، الكلام ده مثلا ثابت مش مشكله، السايز ممكن يتغير، والزرارين دول دايما ثابتين. فخلاص، فهنعمل ايه؟ الاتي. هقول له let products بيساوي عباره طبعا عن array of object. اول واحد مثلا هعتبره الاي دي بيساوي 1. بعد كده التايتل بتاعي هعتبر التايتل بتاع الاولاني هيدفون ايتم، ممكن طبعا نسميها كابيتال سمول مفيش مشكله. بعد التايتل هيكون فيه الديسكريبشن، ده ثابت مش مشكله. هقول له السايز مثلا المره دي مثلا ده لارج، اللي بعديه يكون سمول عادي مش مشكله. عندنا ال ماشي، عندنا الايمج يو ار ال. اول واحد هيكون جوه الايمجز سلاش كانت اسمها ايه يا ربي؟ مش عارف، كانت اسمها هيدفون دوت جي بي جي، هيدفون دوت جي بي جي. كده كده في الاخر ان الايمج يو ار ال ده هتتحط في الاتش تي ام ال، فانت بتحافظ على الترتيب اللي هو اكنك كل ده هيروح في صفحه اتش تي ام ال، فاكنك في صفحه الاندكس. فتقول له اول حاجه خش على الايمج، هات الصور بتاعتي. ما تتلخبطش وتقول ان انا بكتب في فايل الجافا سكريبت، فانا بكتب في فايل الجافا سكريبت هنا، فمحتاج اخرج خطوه لبره واخش جوه الايمج. لا غلط، انت كل الايتمز دي او كل الكلام ده هيروح تاني لصفحه الاتش تي ام ال، فانت كانك بتكتب في صفحه الاتش تي ام ال. فتحافظ على الترتيب. انا هكتب هنا، احط كل الريندر زي ما انا كاتب هنا، خلاص يبقى اخش جوه الايمج واجيب الصوره بالشكل ده. تمام جدا. هيكون عندي طبعا ادي 2 3 4. بعد كده بقى نزود ادي طبعا 2 3 4 بالشكل ده. تاني واحد مثلا نشوف الصور بتاعتنا هنا. عندنا مثلا لاب، فهقول له لاب توب ايتم مثلا سمول عادي طبعا. وهنا اسمه لاب ايه بقى؟
لاب دوت جي بي جي 100 100. تالت واحد نخليها واتش ويخليها الميديم مثلا، والصورة هتبقى واتش، هل بي ام جي ولا جي بي جي؟ تمام. وبعد كده الجلاسز، هنا هيبقى جلاسز وهنا هيبقى جلاسز ايتم، وخليها لارج مفيش اي مشكلة. تمام، دي البرودكت بتاعتنا. حلو جدا جدا جدا. انا عايز بقى افرش برضو عايز احط الايتم دي بالجافا سكريبت، مش احطها بال HTML. فانا هعمل هنا فانكشن مثلا هسميها draw products UI، اليو اي بتاع البرودكتس. هعمل ايه بمنتهى البساطه؟ مجرد هعمل لوب على الايتم ده، هعمل لوب على الايتم ده واحطها في ال HTML. هعمل مثلا اهو هعمل متغير مثلا net products UI هتساوي البرودكتس اللي فوق، هعدي عليها نخلي بالنا البرودكتس، هقول له دوت ماب اللي احنا درسناها. الماب بتاخد ارو فانكشن عاديه خالص، الارو فانكشن دي او ممكن فانكشن بس انا هخليها ارو فانكشن. هتريتيرن ايه بقى؟ هتريتيرن اتش تي ام ال. ايه هو الاتش تي ام ال؟ طبعا احطه في باك تكس. اخلي هنا مثلا الايتم، كلمه الايتم ده اللي هو مين؟ اللي هو بمثابه كل ايتم من هنا. انا بقول له برودكتس دوت ماب، يعني لف على كل ايتمز ده، لف على كل البرودكتس. باخد اول حاجه الايتم ده اللي هو بمثابه كل ايتم من هنا، بمثابه كل اوبجكت من هنا. هات لي الايتم دوت اي دي، هات لي الايتم دوت تايتل، وهكذا. هتريتيرن ايه؟ هريتيرن بقى ال HTML بتاعي ده. هاخد دي كده كلها كوبي وده قط من هنا وهنحطها هنا بمنتهى البساطه. باك تكس بتوفر لك ان انت تكتب HTML بطريقه كويسه جدا زي ما بتكتب، بدل ما بتقعد نكتبها بالطريقه العاديه اللي هي نقعد ندمج بقى بلس بلس والحاجات دي بتلخبط جدا. فانا كتبت HTML. ايه الحاجات اللي انا عايز اخليها تتغير؟ قال لك انا عايز اغير السورس، فهقول له بالشكل ده، بكتب بطريقه تمبلت سترينج. هنا الايتم دوت ايمج URL. تمام. الكلاس مفيش مشكله، الالت مفيش مشكله، التايتل طبعا بيتغير اللي هو الهيدفون ايتم ده، انا عندي ايتم دوت تايتل. ده ثابت، السايز مثلا بيتغير، فانا هقول له السايز هنا ايتم دوت سايز. طب الاكشنز بتاعتي بتتغير، طبعا هتتغير بناء ان انت هتضيف ده، فلازم الاي دي وكده، بس خلينا دلوقتي بالشكل ده. ايه تاني ممكن يغير؟ الاي دي مفيش مشكله. تمام كده. انت البرودكتس يو اي، البرودكتس المتغير اسمه برودكتس ده فيه كده كل اليو اي الاربعه ايتم بتوعك. كلام جميل جدا. عايز بقى احط البرودكتس يو اي دي جوه مين بقى؟ ايوه جوه هنا. فانا محتاج امسك البرودكت، يبقى خلاص هجيب اول حاجه، انا فين؟ انا هنا اهو. هجيب هنا همسك من ضمن المتغيرات اللي فوق، ممكن تثبتها كلها المتغيرات كلها في مكان واحد مفيش مشكله، بس خلينا عشان ماشي خليها هنا كلها الخاصه بالحاجات دي. هقول له مثلا نت برودكت دوم، ده الدوم بتاعتي. هقول له دوكيمنت دوت كويري سيلكتور اللي اسمه كلاس اسمه برودكتس، وبقى على الانجليزي ما علينا طيب البرودكتس ايتم ده هقول له بقى هنا كده جوه هنا كده بعد ما تخلص البرودكتس دوم دوت انر اتش تي ام ال هيساوي مين؟ هيساوي البرودكتس يو اي ده. طب الفانكشن دي مش شغاله، هتشتغل امتى؟ اول ما تفتح الصفحه على طول. اقول له درو برودكتس يو. تعالوا نجرب الكلام ده. هعمل ريفرش، هتلاقي الدنيا كلها شغاله و100 100 وسكينه في الحلقه. طب عايزين هنا، ملاحظ ان الصوره هنا مختلفه شويه عن الصوره هنا. تعال نثبت هاي للبرودكت ايتم، نثبت هاي للبرودكت ايتم. هقول له انت ميني هاي، اقل هاي مثلا 200 بكسل ونجرب. ريفرش كده كبير قوي قوي 150 بكسل. تمام الى حد ما كويس جدا. ادي البرودكتس اتفرشت كلها برضو حلوه كلمه اتفرشت دي. كده انت رسمت اليو اي بتاعك في الصفحه عندك. واضح ان في مسافه كبيره ما بين العناصر، ممكن نقلل مارجن بوتوم خليها 10 بكسل. حلو جدا، متكونش كتير كده. تمام جدا. طب ايه اللي حصل؟ مش عايز افهم تاني. الموضوع بسيط جدا. انا عملت ايه؟ عملت فانكشن اسمها درو برودكتس يو اي. دي بتعمل ايه؟
بعدي على البرودكتس اللي عندي اللي هي دي، بعدي على البرودكتس اللي عندي اللي هي دي، بقول له انا همسك كل ايتم، طبعا ده اي متغير مفيش مشكله، انا بسميه ايتم يدل على المعنى. الايتم ده عايد على كل منتج من هنا، بقول له بعد كده يعني ارسم لي رجع لي الفانكشن دي، ترجع الديف ده، ترجعه تعمل بيه ايه، مجرد بمنتهى البساطه بترجع برودكت ايتم احنا كنا عاملينه في اتش تي ام ال، الصوره هي اللي اتغير، فبقول له ايتم دوت ايمج يو ار ال اللي انا كاتبه ده اسمه التمبلت سترينج، عشان تطبع حاجه دايناميك جوه سترينج يعني، فبكتب بالشكل ده. وما تنساش ان دي باكتكس مش سنجل كود، دي باكتكس مش سنجل كود، هتلاقيها جنب رقم 1 في الكيبورد بتاعتك ده على الشمال. تمام جدا. الحته دي الباراجراف ثابت، لكن الحته دي طبعا مش هتكون ثابته، عشان عايز اعرف انا دوست على الاد تو كارد انهي واحد منهم بمنتهى البساطه. طيب كلام جميل جدا. وبعد كده بقول له هات الدوم بتاعتي، حط ال HTML اللي هو البرودكتس يو اي ده، وبعد كده انده لي الفانكشن دي عشان تشتغل اول ما تفتح الصفحه بتاعتك. تمام جدا جدا. طيب احنا عندنا بقى لو انت دلوقتي دوست على الاد تو كارد، لو انت دوست على الاد تو كارد وانت مش لوجد ان، وانت زي ما انت دلوقتي كده وانت مش لوجد ان، اول لما تدوس عليه لازم تروح لمين، لصفحه اللوج ان. طب فانا هعمل دلوقتي الاد تو كارد ده، هضيف له فانكشن او هقول له مثلا تمام، هو اديله اي دي مثلا بيساوي اد كارد. الاي دي ده لما ادوس عليه، لما ادوس عليه مثلا دلوقتي انا هعمل فانكشن هنا مثلا دلوقتي، بعد ده هقول له فانكشن تشيك يوزر، تشيك لوجد ان يوزر، تشيك لوج ان يوزر، كده تتاكد ان في يوزر ولا لا، في حالتين ان هو داس على الكارد. ممكن طبعا الاسماء دي مهمه جدا، بس خلينا مثلا ممكن نسمي تشيك تشيك لوجد يوزر، خليها كده دلوقتي ماشي. تشيك دي لوجد يوزر ده لو داس على الكارد بتعمل ايه، بتتشيك اف هل في اول حاجه، هل في لوكال ستورج دوت جيت ايتم حاجه اسمها يوزر نيم، هل في يوزر نيم، والله لو في خلاص يبقى كده فعلا في لوجد ان يوزر، هيوديه على صفحه، خلي بالك هيوديه على صفحه الاد تو كارد. فانا هعمل مثلا صفحه هنا الكارد برودكتس، بحيث ان هي تشيل كل البرودكتس اللي في الكارد دوت اتش تي ام ال، وهجيب اي صفحه هنا كده مثلا كوبي وهحطها هنا كده، وهشيل كل حاجه من هنا، اخلي بس مجرد اسمها ايه كارد برودكتس بالشكل ده. وهنا السكريبت هيوديني على صفحة ايه، هيوديني على صفحة الويندو دوت لوكيشن، صفحة الكارد برودكتس دوت اتش تي ام ال. لو لا، لو لا هيوديني على صفحة مين، ايوه صفحة اللوج ان، لوج ان دوت اتش تي ام ال. انت تعمل لوجن او تعمل يو ماست لوج ان فيرست، او توديه على ريجستر لو هو طبعا مش لوج ان. فاحنا نسينا خطوه مهمه جدا في صفحه الساين ان، لازم يكون في بعد الساين ان هنا اللوج ان، هيكون مثلا بعد الفورم او هنا مفيش مشكله، هقول له اسبان، او مش لازم اسبان، هقول له not have account، يبقى هتروح على صفحه الريجستر register.html register. نفس الكلام في صفحة الريجستر، هنروح هنا ريجستر بتاعت ال HTML، أقول له أنت I have account أو have account، يبقى account مكتوبة غلط متهيألي account، يبقى أنت محتاج تروح لصفحة اللوجن، لوجن أو sign in مفيش مشكلة. هنا account مكتوبة غلط account، تمام جدا. يظهر بالشكل ده 100 100. انا مش عندي اكونت فهروح للريجستر، طب انا عندي اكونت فهروح للوجن، تمام جدا. طيب نشوف بقى الفانكشن اللي احنا عملناها في السكريبت. انا دلوقتي بقول له تشيك لوج ان يوزر، والله لو في يوزر خلاص وديني على الكارد برودكتس، لو ما فيش وديني على اللوجن HTML. طيب هنا انا بقول له لما ادوس على الاد تو كارد
فلما ادوس على اد تو كارد وانا عامل لوجن المفروض طبعا ما يودينيش على صفحه الكارد، يضيف لي المنتج ده هنا. فانا نخلي دلوقتي ده مثلا لوج، بعيدا عن اللوجيك ده، اللوج مثلا ادت تو كارد مثلا، ان انا خلاص اتضافت للكارد، لو لا هيوديني صفحه اللوجن. انا دلوقتي عندي في الابلكيشن، او عندي في اللوكال ستورج، او عندي في الداتابيز، بشبه لك طبعا اكنك في الداتابيز، عندي ان انا مسجل مثلا، لا انا دلوقتي مش مسجل باماره ان ظاهر ساين ان وساين اب. لو دوست على اد تو كارد ايه اللي هيحصل؟ ما حصلش اي حاجه، يبقى انا عندي مشكله. ايه هي؟ ان انا اصلا ما اديتش الفانكشن دي. هناديها فين؟ هناديها هنا. فانا هقول له لما ممكن هنا على طول كده اقول له اون كليك، مش محتاج طبعا ده، اقول له اون كليك رن لي الفانكشن اللي اسمها تشيك، اتفضل طبعا ما تسميش كده، او الحرف سمول، تشيك لوج ان يوزر بالشكل ده. هعمل ريفرش وهدوس على الاد تو كارت، طبعا انا مش عامل لوجن فوداني فعلا على صفحه اللوجن. طب انا اصلا مش مسجل اصلا خالص، فهروح لصفحه الريجستر. تمام تمام جدا جدا. طب لو انا فعلا كنت مسجل، تعالوا نعمل ساين اب. هسجل حمزه، وعندي حمزه@حمزه.com، وعندي 1 2 3، وهعمل ساين اب، هيقعد 6 تايم اوت ثانيتين، وبعد كده يوديني على اللوجن. اسجل تاني حمزه، وبعد كده 1 2 3، واقول له ساين ان، فيوديني على صفحه الهوم بالشكل ده. الكاردز بتاعتي اهي. طيب هدوس على المره دي بقى، لو دوست على اد تو كارد هل في يوزر؟ فعلا في يوزر. فالمفروض يعمل ايه؟ هيطبع لي في الكونسول ادد تو كارد. الكونسول اهو، هعمل ادد تو كارد، فعلا اتضافت في الكارد بتاعتي. طب انا عايز دلوقتي لما ادوس على اد تو كارد يطبع لي التايتل بتاع ده. دوست على ده يطبع لي التايتل بتاع ده، او يجيب لي الايتم بتاع ده، ما يجيبليش طبعا كل حاجه، ما يجيبليش ان الاد تو كارد ده مش عارف انهي البيرنت بتاعه، عشان لما اجي اضيف اد تو كارد يروح يوديني ان هو يتضاف هنا الايتم اللي انت دوست عليه. يبقى انا محتاج دلوقتي حاجه معينه تعرفني انا دوست على انهي ايتم. محتاج حاجه معينه تعرفني انا دوست على انهي ايتم. فمحتاج الاي دي، محتاج الاي دي بتاع الايتمز. يعني انا دلوقتي مثلا هقول له انا دوست على اون كليك التشيك لوجد ان يوزر ده، تمام. عايز اعمل حاجه تانية، عايز مثلا لما يدوس على الاد تو كارد يتضاف في الكارد بتاعتي هنا، يتضاف في الكارد هنا. فانا محتاج اعرف انا ماسك انهي ايتم. تمام. طيب خلينا نجرب حته. سيبك دلوقتي من التشيك ان يوزر، نعمل فانكشن دلوقتي مثلا امسك الايتم اللي انا ضفته ده، ادت مثلا سبيشال، او ادت كارد، ادت تو كارد مثلا. دي فانكشن موجوده مفروض ابصلها. خلي بالك لازم ابصلها هنا حاجه، هبصلها ايه؟ هبصلها الاي دي بتاع الايتم، اللي هو الايتم دوت اي دي، الايتم دوت اي دي. تمام. طيب تعالوا نعمل الفانكشن دي، طبعا هشغلك الفانكشن دي واحده واحده وبالترتيب، واحده واحده. هقول له فانكشن ادت تو كارد استقبل اي دي بتاع الايتم. هعمل بس لوج دلوقتي للاي دي عشان اتاكد ان الدنيا كلها تمام. هعمل ريفرش، هدوس على اد تو كارت، طبع الاي دي بتاعه 1، دوست هنا طبع لي 2، دوست هنا تاني طبع لي 1، وهكذا. الدنيا تمام جدا. فمحتاج امسك بقى الباشا ده كله، محتاج امسك الايتم كله عن طريق الاي دي. فاكرين فانكشن الفلتر؟ انا هستخدم فانكشن الفلتر. هقول له المره دي ليت مثلا ان انت اللي انت دوست عليه مثلا كليكد ايتم، او تشوزن ايتم، اي اسم مفيش مشكله، تشوزن ايتم هيساوي همسك كل البرودكتس. خلي بالك البرودكتس اللي هي دي هعمل عليها، اللي هي الاري اللي فيها الايتم، هعمل عليها فلتر. برضو الفلتر بتاخد ارو فانكشن، فاقول له فلتر بالايتم مثلا، الايتم ده اللي هو ماسك كل ايتم في الاري. هقول له والله لو الايتم ده دوت اي دي بيساوي انا عايز امسك اللي هو بيساويه، فهقول له الايتم دوت اي دي بيساوي الاي دي، اطبع لي اللوكت اللي تشوزن لوك اللي تشوزن ايتم ده. تعالوا نجرب. هعمل ريفرش، دوست على الاد تو كارت طبع لي مين؟ هنبص اهو طبع لي فعلا الايتم الهيدفون ده. دوست على ده طبع لي فعلا الايتم التاني ده. طب انا عايز ايتم اوبجكت، مش لازم اري. خلاص قال لك بدل فلتر خليها فايند. انت كأنك بتدور على الايتم دوت اي دي، اللي هو الايتم دوت اي دي اللي هو هنا، اللي هو ده واحد من هنا،
ايتم دوت اي دي، يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاته. طب الاي دي ده مين؟ الاي دي ده اللي انت مبصيه هنا، يعني انت دوست على اد تو كارد دلوقتي، الزرار ده مثلا بتاع اول واحد، فدوست على اد تو كارد فبصارك الايتم اي دي اللي هو دلوقتي بكام؟ اللي هو الواحد. ندهلك على الفانكشن اد تو كارد وبصارك الايتم اللي هو الواحد. فانت بتقول والله لو بتعدي على البرودكت كلها بتقول له الايتم ده اللي هو في الاري اللي فوق اللي هو هنا معايا اللي هو في الاري ده، انت ماسك كلها بتعدي على واحد واحد، بتقول له والله لو الايتم اي دي اللي هو بتاع الاول او الثاني او الثالث بيساوي رقم واحد، فهو هيلاقي مين؟ الاولاني. هو الاولاني اللي عنده الاي دي بيساوي واحد، فخلاص ريتيرن لي او رجع لي الايتم بتاعك ده، فيرجع لك الاوبجكت عادي خالص بدل ما يرجع اري يعني. دوست اهو هيرجع لك اوبجكت عادي اللي هو الهيدفون ده، دوست هنا هتلاقي رجع لك اللابتوب، دوست هنا رجع لك الواتش، دوست هنا رجع لك الجلاسز 100 100. انا دلوقتي عامل لوج ان يوزر، يبقى محتاج اضيف هنا مثلا جنب الحمزه مثلا يضيف الايكون بتاعت الشوبينج كارت. تمام. هروح هنا فين بقى؟ في الهيدر عندنا جنب اللوج ان، هعمل ال اي تاني مثلا والايه، هتروح المره دي على، مش هتروح في حته حاليا، هيكون في هنا الايكون بتاعتنا، هي فين اهي، بس نخلي بالنا طبعا هيكون في هنا، خلينا نمشيها واحده واحده. ممكن محتاجش طبعا لينك، مش محتاج لينك على فكره عشان انا مش عايز ادوس، انا عايز دلوقتي لينك عادي. ال اي دي هتشيل مثلا سبام او الايكون بتاعتي، الايكون بتاعتي، وبعد كده اسبان اللي هيكون فيه النوتيفيكيشن بتاعتك اللي هي يظهر 1 2 3 4 كده، بيسموه بادج. ده اسم جنرال برضو من كلاسات البوت ستراب، انا بحب اسميه زيها. ادي البادج بس ممكن نسمي كده واكتب هنا مثلا واحد اكن فيه نوتيفيكيشن واحد مثلا. خلينا نشوف الشكل. ماشي، ادي الايكون بتاعتي هي ظهرت فعلا بس ظاهره باللون الاسود، حاجه استغفر الله العظيم. تعالوا نمشيها واحده واحده. نمسك بقى اليوزر انفو ده كستايل مش اكتر. هل عندي هنا يوزر انفو؟ تمام. عايز اقول له هات لي اليوزر انفو، هات لي هات لي ال اي، هات لي الاسبان اللي جواه. انا عندي ايكون، اول حاجه هقول له انت الكلر بتاعك هيبقى لون كلر اللون الابيض، وممكن اكبر الفونت سايز بتاعها، الفونت سايز وليكن 12 او 20 بكسل. تعالوا نشوف كده. تمام. هي ليه مش متظبطه معاهم؟ خلينا نعرف. ادي الاي وادي الاي ديسبلاي بلوك، ماشي، والال اي، ادي ال اي وادي الاي. هنا نسيت ادي طبعا اليو ال اونلاين ايتم سنتر بحيث انهم كلهم يكونوا على نفس المنوال، فهقول له هنا اونلاين ايتم سنتر بعد ما يبقى ديسبلاي يعني فيليكس اونلاين ايتم سنتر بحيث انهم يكونوا تمام جدا. عايز اخلي الايكون دي كانها لينك يعني، فهقول له الكيرزر بتاعك بينتر بحيث ان انا ادوس عليها. طبعا في هنا رقم واحد لو حد شايفه اهو، ده انا عايزه اعتبره نوتيفيكيشن، فانا هقول له هات لي ال اي، هات لي الكلاس اللي اسمه بادج. بادج تمام. ده عبارة عن ايه؟ هقول له مثلا انت الويتس بتاعك وليكن 20 بكسل، الهاي 20 بكسل، اعمله دايرة كده مش اكتر. الباك جراوند بتاعتك لون احمر مثلا، ده الكلر بتاعك لون ابيض، هوسطنه في النص يبقى تكست اونلاين سنتر. تعالوا نشوف كده ريفرش. تمام. هديله طبعا ديسبلاي بلوك عشان هو عنصر اونلاين عشان يطبق عليه كل الكلام ده. اوكي ماشي، هظبطه دلوقتي. هدي البيرنت بتاعه اللي هو ال اي، هديه بوزيشن ريلاتيف. ليه؟ عشان اخليه ابسوليوت طبعا. دي هنا بوزيشن ريلاتيف عشان اخلي البادج ده بوزيشن ابسوليوت، اتحكم فيه خليه فوق شويه كده ابسوليوت. وعايز اخليه دايره يبقى بوردر راديوس، بوردر راديوس 50%. اعمل ريفرش. تمام جدا. هخليه بقى في التوب يمين، فاقول له توب صفر ورايت مثلا وليكن صفر ونجرب كده. بقى عليه مفيش مشكله. ممكن بقى بالسالب. تعال نجرب هنا. طبعا نقلل الفونت سايز اللي جوه الايتم ده، فونت سايز وليكن 10 بكسل. حلو قوي ماشي. طبعا عايز توسطنه كده، وسطنته في النص، عايز اوسطنه بالطول، فانت بتقول له لاين هاي بنفس حجم الهاي اللي هو 20 بكسل، توسطن بالفيرتيكال، توسطن قصدي بالطول كده، راسي وعرضي بتكست او لاين. تمام جدا. عايز اقول له بقى انت التوب بتاعك بالسالب شويه، والرايت برضو بتاعك
السالب شوية يظهر بالشكل ده. تمام. ممكن برضو تبعد ال ايات عن بعضيها، اللي هو هنا كده تقول له مارجن، مش عايز من فوق ومن تحت، عايز من اليمين والشمال 5 بكسل بالشكل ده او اكتر، يعني الى حد ما براحتك انت بقى الستايل. انا هنا كده اهو اقول له كده تمام. واحنا قلنا هنا البادج نفسها -9 و-10. تمام جدا. هروح على الستايل، اقول له الرايت بتاعك كان التوب قصدي -9 بكسل، والرايت -11 بكسل، وهروح هنا صح -10 مش مشكلة مفرقتش كتير. تمام جدا بالشكل ده. طيب احنا محتاجين ان احنا لما ندوس على الاد تو كارد بالشكل ده المفروض يفتح لي المنيو اللي هنا كده دروب داون، تفتح و يظهر فيها الاد تو كارد، وبعد كده زرار فيو اول برودكتس. انا هاجي الحته دلوقتي هدوس، لما يدوس هنا يفتح لي صفحه الاد اللي هي الاد تو كارد. فانا هعمل ده كده الاي ده هخليه، او بلاش خلينا زي ما احنا ماشيين زي ما احنا قلنا نعمل. هعتبر بقى ان ال اي دي هتشيل جواها دلوقتي ديف. الديف ده هيكون فيه كلاس مثلا الكاردز برودكتس، هيكون فيه نفس الشكل ده، خلي بالك هيكون نفس الشكل ده هنا، هيكون نفس الشكل ده، بس انا هخليه دلوقتي مجرد اسم الايتم اللي انت ضفته، مجرد اسم الايتم اللي انا هضيفه. فطبعا ده ما اقدرش اكتبه هنا، بس انا هكتبه اول مره، وبعد كده هحطه في الجافا سكريبت. هعمل باراجراف بس هنا النيم بتاع الايتم مش اكتر، ايتم نيم ده حاجه مؤقته، وهعمل ريفرش. تمام. هتلاقي الايتم نيم عندك هنا بالشكل ده. تمام جدا. تعالوا نديله ستايل. اول حاجه للكارد برودكت ده طبعا لازم ياخد بوزيشن ابسوليوت، وياخد ويتس مثلا وليكن 250 بكسل. نشوف كده كتير قوي قوي، خليه 200 بكسل، وهديله باك جراوند كده عشان اشوف الدنيا فيها ايه، ريد مثلا. ماشي. و ماشي اخليه مثلا ليفت -40%. طبعا ما يفضلش اعمل كده. ايه ده عديت لمين؟ اوبس. هنا اهو هعملها طبعا بالترانسفورم، ترانسليت. عايز اقول له انت من محور اكس -50% ومش عايز محور يعمل اي حاجه، فكده يعتبر متوسطنه شويه. وعايز اقول له عايز اقول له ايه، عايز اقول له ينزل تحت شويه، فاقول له توب. طبعا توب صفر هيطلع فوق خالص، فهنزله بالشكل ده. تمام كده حلو جدا. ممكن اقلل -50 دي شويتين عادي، كلها ستايل. تمام. خليها 40 او 42 100. وهدي بادنج وليكن 10 بكسل. تمام جدا. حلو الكلام حلو الكلام. طبعا الباك جراوند هتكون لون ماشي شبه اللون ده. ممكن ندي بوردر ولا حاجة 1 بكسل سوليد 0 اسود، او بلاش نخلي لون زي اللون الاخضر اللي انا مختاره هنا ده، خليه جرين دلوقتي الى حد ما معقول. سيبك من الالوان، المهم الستايل والجافا سكريبت اهم حاجة طبعا. هاخد ده كده واضيفه للكاردس برودكتس اللي جوه اليوزر انفو. فهروح هنا اليوزر انفو اللي هو ده، هات لي كاردس برودكتس، واعمل ريفرش 100. المفروض طبعا يكون مخفي في الاول، ولما ادوس عليه يظهر طبعا. هقول له هنا ديسبلاي بالشكل ده هيبقى نون، ولما ادوس عليه يظهر الايتم باراجراف كلها. لو انا كررت كده هنا الباراجراف هشوف الدنيا فيها ايه. اكرر كده الباراجراف واحد كمان واحد كمان، هعتبر ان الدنيا تمام مؤقتا يعني. وهيكون في زرار في الاخر طبعا، هيكون في زرار اسمه ال هنا هيروح مثلا لصفحة الكاردز بتاعتي اللي اسمها كاردز، اسمها ايه، كارت برودكتس. تمام. هيروح هنا مثلا و دوت اتش تي ام ال، وهنا هقول له view all products.
اللي هي فيو اول برودكتس اللي في الكارد مثلا، هيظهر بالشكل التالي. طبعا انا عملته ديسبلاي نون، خلينا نظهره. ادي الديف اهو، عملته ديسبلاي نون ماشي. خلينا نغير الستايل بتاع الباشا ده بشكل مؤقت. اقول له هات لي الايه اللي جوه الكاردز برودكت، ممكن تديله كلاس مفيش اي مشكله. اقول له اهو هات لي الايه، اقول له الديسبلاي بتاعها يكون مثلا بلوك. الكلر خلي لي اللون بتاعه يكون لون اسود. تعالوا نشوف كده. ريفرش برضو، هنشيل ده خالص دلوقتي. ادي ريفرش. الى حد ما غالبا في بادنج هنا، مش عارف ده جاي منين. في مارجن من اليمين والشمال واخده من الناف ال اي. عايز اقول له انت المارجن بتاعك مارجن طبعا مش ماكس ويتس، مارجن صفر بالشكل ده. وهعمل ريفرش 100 برضو، مش عايز بادنج. في بادنج برضو، اقول له بادنج مش عايز اي بادنج. ريفرش تمام جدا. ادي الفيو، ممكن نديله مثلا باك جراوند. تعالوا نجرب هنا كده، باك جراوند ريد. طبعا بعيدا عن الريد يعني، خليها ممكن تكون نفس اللون الاخضر ده اللي هو دارك جرين. اوبس ماشي. وهقول له هنا الباشا ده انت الباك جراوند بتاعتك دارك جرين، والكلر بتاعك هيبقى لون اف. هوسطنه، اقول له تكست لاين سنتر. ممكن بقى نضطر ان احنا نعمل بادنج وليكن 10 بكسل بالشكل ده او اقل شويه. ومش مضطرين خالص نقول له نشيل الخط ده، مش عايزينه خالص. بقول له نعم، ناخد الستايل ده. الستايل ده العب فيه براحتك زي ما انت عايز. نحطه هنا، ومش محتاج ده خلاص. اقول له ديسبلاي نون، او اشوف الشكل الاول 100. لما ادوس على ده يفتح الايتمز بتاعتي. تمام جدا. نيجي على السكريبت. محتاجين نعمل ايه؟ محتاج لما ادوس على الاد تو كارد فاقوم يتضاف هنا. محتاج لما ادوس على الاد تو كارد يحصل حاجتين. اول حاجه يتضاف هنا، يتضاف ايتم زياده هنا اللي هو مثلا يقول له 1 او 2 او 3، ويظهر هنا يتضاف في الايتم نيم بتاعك يكون هنا. طيب تعال نعمل الفانكشناليتي بتاعه الجزئيه دي. كل ده لسه في الفانكشن بتاعه الاد تو كارد. الفانكشن اد تو كارد هتعمل حاجات كتير، وبعد كده ممكن نخليها فانكشن واحده وجواها بتنده على كذا فانكشن. طيب هنا خلاص التشوزن ايتم تمام، انت مسكته. محتاج تضيف النيم بس. محتاج تضيف النيم جوه مين؟ جوه هنا، جوه الايه الديف اللي اسمه واخد يا ربي كلاس ايه يا ربي، اللي هو ده واخد الكاردز برودكت. فانت محتاج تمسكه اول حاجه. يبقى احنا هنجيب هنا المتغيرات بتاعتي ليت اسمه كاردز كارد برودكت ضم مثلا بيساوي دوكيمنت دوت كويري سيلكتور اللي اسمه كاردز برودكت. ده كلاس فما تنساش الكلاس. محتاج تعمل ايه؟ تضيف جواه الانر اتش تي ام ال بتاعك. الانر اتش تي ام ال دوت انر اتش تي ام ال مين بقى؟ اللي تشوز ان ايتم. خلي بالك ده اوبجكت. دوت تايتل، انا عايز التايتل اللي هو ده عباره عن الاوبجكت ده. اللي تشوز ان ايتم ده عباره عن الاوبجكت ده، انا عايز التايتل بس. طب يتضاف مين؟ خلي بالك يتضاف جوه كده؟ لا، يتضاف جوه الباراجراف. خلي بالك يتضاف جوه الباراجراف هنا. فانا محتاج اعمل باراجراف بالشكل ده. طبعا شلته من اتش تي ام ال، هحطه هنا واقول له انا عايز اضيفه جوه باراجراف. فممكن اعملها بالباك تكس، اقول له باراجراف وقفله الباراجراف، والتمبلت سترينج بتاعي هيكون تشوزن ايتم دوت تايتل بالشكل ده. تمام جدا كده. عندي اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. تعالوا نتاكد من الكلام ده. لسه ما ضفتش هنا، لسه ما ضفتش هنا، بس خلينا نظهرها يعني. هخلي دي ظاهره مؤقتا عشان اشوف هل متضاف ولا لا. دوست اد تو كارد فعلا ضاف لي هيدفون ايتم. دوست اد تو كارد تاني ضاف لي ده. بس كده خلي بالك في مشكله، ان هو بيشيل القديم ويحط الجديد، يشيل القديم ويحط الجديد. انا مش عايز كده، انا عايزه يكمل. انا عايزه يكمل على اللي موجود. فانا محتاج اعمل ايه؟ قال لي تكنيك صغير جدا او تركايه، تقول له بدل ما هو بيساوي لا زائد يساوي، يعني كل مره يضيف على القديم. هعمل ريفرش، هدوس اد تو كارد فعلا ضاف لك هنا اهو. دوست اد تو كارد تمام جدا. دوست اد تو كارد تمام جدا. طب في مشكله في الظاهر هنا ان هو بيظهر قبل الكلام ده، وانا مش عايز كده. خلاص عندك حل تاني افضل. تعمل ايه؟ هعمل هنا دفايه تانيه فاضيه كده تضيف فيها. دفايه ضيف فيها والاتش تي ام ال محطوط بعديها. فانا اقول له بدل ما انت بتضيف
فين؟ بدل ما انت بتضيف في الكاردز برودكت بشكل مباشر، لا خلاص هات لي هنا اهو، بدل ما بتجيبه كده لا هات لي الديف اللي جواه وضيف جواه بمنتهى البساطه اهو. دوست هنا ضاف لي في الديف. خلي بالك انا بقول له هات لي الكارد برودكت، هات لي الديف ده، ضيف جواه بقى الباراجراف بتاعك. دوست هنا، دوست هنا، تمام جدا. هدوس على فيو اول برودكتس، المفروض يوديني على صفحه الكاردس برودكت. طبعا انا كاتبها غلط يبقى اكيد كارد برودكتس دوت اتش تي ام ال. هل انا كاتب حاجه؟ كارد برودكتس، تمام، ناسي حرف مش اكتر. تمام، فنروح ل HTML هنا كارد برودكتس بالشكل ده. ارجع تاني ريفرش، ادوس على فيو اول برودكت، تمام، وداني على صفحه الكارد برودكتس 100 100. يبقى انا كده عملت اول جزئيه، ان انت لما بتدوس بيفتح ايه، او بعيدا عن انه بيفتح بيظهر الحاجات اللي انت ضفتها في الاد تو كارت. انا عايز بقى كمان يزيد الايتم اللي هنا ده. تمام تمام، ويكون طبعا مقفوله في اول حاجه. فخلاص نرجع تاني القفله ونقول له والله لو داس يضيف، يعني لو داس على الفانكشن بتاعتي اهي، لما يدوس يزود الايتم اللي هو البادج ده، فانت محتاج تمسكه اللي هو فين، اللي هو ده. اخد ايتم هنا اقول له مثلا بادج دوم، اللي هو النوتيفيكيشن يعني. كويري سيلكتور، هات لي مين بقى؟ هو اسمه كلاس بادج جوه اليوزر انفو. فعايز تعمل نستنج مفيش مشكله، مفيش غيره، فخلاص هقول له هات لي البادج ده. البادج ده انت عايز تكتب جواه بال HTML، يعني انت مش محتاج تكتب دي دلوقتي، هو اوتوماتيك، ما ينفعش يكون موجود او واخد مثلا هعتبره ان هو اصل انت لو سبته كده هو واخد ويتس وهاي، فانا محتاج اخفيه خالص. فاقول له هات لي البادج ده برده ديسبلاي نون، وانا هظهره وبعد كده اكتب جواه كلمه عادي خالص ديسبلاي نون عشان ما يكونش ظاهر. تمام، انا عايز بقى بالجافا سكريبت بمنتهى البساطه هقول له كده لما بيضيف للكارد ايه اللي هيحصل. محتاج امسك الايتم ده اسمه ايه، اسمه بادج دوم دوت، اول حاجه دوت ستايل عايز اظهره الاول. دوت ستايل دوت ديسبلاي يساوي بلوك عشان يظهر. بعد كده اكتب جواه البادج ايتم، اكتب جواه دوت انر اتش تي ام ال. خلي بالك بقى هيكتب جواه ايه، اللي تشوزن ايتم، مش انت اللي تشوزن ايتم، ده عباره عن اوبجكت. انا عايز دلوقتي الاوبجكت ده انا ضفت كام ضفت كام واحد؟ طيب شكرا. ضفت كام واحد؟ ضفت واحد بس. فيعد الحاجات اللي جوه، ممكن اقول له كده عد الكارد برودكت العناصر اللي جواه. يعني انا دلوقتي مثلا جيت قلت كده عايز الوج الكارد برودكتس بالشكل ده، وعملت ريفرش وعملت كونسول هنا كده ودوست اد تو برودكت، طبع لي ديف واحد. تمام، دوست اد تو برودكت تاني طبع لي ديف تاني، بس ديف فيه كام باراجراف؟ في 2 باراجراف. دوست تالت فطبع لك في كام؟ في 3 باراجراف. طب انا عايز اقول له انا عندي كام باراجراف جوه الديف، عندي كام باراجراف جوه الديف. الموضوع بسيط جدا، هقول له كده الكارد برودكت، كارد كده برودكت. او ممكن نعمل طريقه تانية، انا عايز اقول له هات لي ماشي، ممكن اكتب كده ليت هسميه مثلا الكارد ايتمز اللي جوه الديف نفسه بتاع الدوم. هقول له هات لي دوكيمنت دوت كويري سيلكتور اول، كل العناصر اللي اسمها ايه، اللي اسمها الباراجراف اللي جوه مين، اللي جوه الكارد برودكتس ديف دي. ان ديف جوه باراجراف فيجيب لك الكاردز ايتم او كاردز برودكت، سميها كده برودكت لينس، اللينس بتاعها. تعالوا نطبعه كل شويه كده، معلش نطبعه هنا لوج، يطبع ده كل شويه كده. دوست هنا قام طبع لك نود ليست فاضيه، دوست تاني هنا قام طبع لك نود ليست فاضيه برضو ولا ايه؟ اللينس بتاعها صفر. دوست تاني، تمام، يبقى تعالوا عندنا مشكله ان هنا الكارد برودكتس لينس محتاج فعلا، لان دايما هتكون فاضيه في الاول. انا عملت ريفرش للصفحه فتشتغل دايما، انا محتاج اعرفه فين جوه الفانكشن. محتاج اعرفه هنا واقول له هات لي اللينس عشان كل مره هيضيف فيحسب اللي جوه البرودكت لينس ده. تمام جدا، هدوس اهو قام ضاف لك فعلا في باراجراف واحد. دوست تاني قام في 2 باراجراف وهكذا.
فانا عايز اقول له بمنتهى البساطه هات لي الباشا ده دوت اللينس بتاعه، دوت لينس. فانت عشان انت ما تتلخبطش، كارد برودكتس ايتمز دوت لينس، واشيل ده خلاص عادي خالص. هدوس اهو، دوست على اد تو كارد قام ضاف لك واحد، دوست تاني قام ضاف لك اتنين، دوست تالت قام ضاف لك تلاته، وهكذا. المفروض بقى لما اجي ادوس على الحته دي يظهر الديف بتاعي ده. طب الحته دي واخده ايه عندي هنا؟ اسمها ايه البادج بتاعي 100 100. انا ماسكه كده كده، هو مش البادج، هو ال اي دي. ال اي دي كلها هديها كلاس طبعا، هسميها شوبينج كارت. ماشي خليها كده شوبينج كارت. محتاج امسك الديف ده خلاص في المتغيرات، تعريف المتغيرات هنا let shopping cart icon بيساوي document دوت query selector بس عشان ايتم واحد دوت shopping cart بالشكل ده. طب محتاج بقى لما ادوس عليها هشغل فانكشن، لما ادوس عليها اقول له والله فانكشن تانية مثلا هسميها open cart menu. بتعمل ايه بمنتهى البساطة؟ بتنده الديف اللي اسمه اللي هو غالبا هيكون، تعالوا نشوف، ينده الديف اللي اسمه كارد برودكتس ده. طبعا انا معرفه هنا، انا مش معرفه، انا كنت معرفه بس المره دي زودت ديف، فانا مش عايزه من غير الديف، هسميه كارد برودكتس، هعتبرها منيو، وهنا كارد برودكتس ديف دوم اللي هو جوه يعني. نعمل رينيمينج عادي، ممكن الاسماء دي براحتك مفيش مشكله. غالبا هو ده صح. هو ده الديف دوم اللي هو يعني الديف اللي جوه، اللي هو الديف ده. مسكت الديف الكارد، مسكت الديف ده، فانا قصدي الاسم ده اسمه كارد برودكتس ديف مثلا. طيب هنا الكارد برودكت بتاعتي اللي هي المنيو، اللي هي الكارد برودكتس نفسه اللي شايل الديف وشايل الزرار بتاع الفيو والبرودكتس. عايز اعمل ايه؟ عايز اظهره مش اكتر، فهقول له لما يدوس على الاوبن خلي لي الستايل بتاعه دوت ديسبلاي بيساوي نون بيساوي انا اسف بلوك. ده امتى الفانكشن دي امتى هتشتغل؟ لما يدوس على الباشا ده. لما يدوس على ايه بقى؟ لما يدوس على ده. طب فانا هاجي اقول له كده، ممكن مثلا نعرف الفانكشن دي هنا كده، هقول له add event listener اسمه click، انده لي الفانكشن اللي اسمها open card menu. طب ليه ما بعملش كده؟ قال لك لما تيجي تنده ما تندهش كده يعتبر انت شغلت الفانكشن قبل ما تنده اصلا، قبل ما تدوس. ما يفضلش كده، انت بتعمل بالطريقه الصح اللي هي انت بتشاور على الفانكشن دي. انا بكتب من غير ما اكتب الاكواس كده، معناه انا بشاور على الفانكشن اللي اسمها اوبن كارد، فشاور عليها وبعد ما تشغل شغل بقى اللي جواها، عشان لو انت اديت الاكواس هتشتغل اوتوماتيك وده غلط. طب هعمل ريفرش اهو تمام جدا، هدوس هنا فتحت فعلا من الفيو والبرودكت. طب انا مش عايز كده، انا مش عايزها تفتح الا لما يكون فيها جواها ديفات، او في يعني جوه الديفات ده موجود حاجه. انا مش عايز افتح كده، فخلاص هتقول له كده في حاله ان في، اقول له مثلا اف ان الديف ده ما يكونش فاضي، اللي هو ده، ان الديف ده ما يكونش فاضي. اكتبها ازاي؟ اقول له كده اف ان الديف ده دوت انر اتش تي ام ال مش فاضي، مش فاضي، خلاص اعمل حته else، خلاص مش هيفتح اي حاجه. او هدوس هنا اهو فتح حاجه، لا ما فتحش. ليه؟ لان الديف ده فاضي. هل هو مش فاضي؟ غلط، هو فاضي. لو هو مش فاضي اظهر بقى كده، يعني دوست كده اد تو كارت خلاص ضاف هنا، دوست هنا قام فتح فعلا الايتم بتاعي عشان هو ما بقاش فاضي. دوست تاني هيضيف هنا عادي خالص. عايز بقى لما ادوس تاني يقفل، او عايز لما ادوس بره يقفل. خلينا لما ندوس تاني على الايكون بتاعتي، عايز ادوس عليها تاني، دوست عليها مره اتنين تلاته، كل مره يفتح ويقفل يفتح ويقفل. طيب انا هتشيك عادي خالص هنا اوبن كارد منيو. هقول له اول حاجه في حاله ان هو مش فاضي يقوم تفتح. بعد كده اقول له اف ان الكارد جوه، طبعا دي اف ان الكارد بيساوي الديسبلاي بتاعها بيساوي بلوك، خليه بيساوي نون.
هنا اهو اف ان البلوك بتاعها. بعد كده صح كده ولا انا كاتب غلط؟ تمام اهو. خليها الديسبلاي بتاعها ستايل بتاعه هيكون بيساوي نون، مرة بلوك ومرة نون. غالبا هيكون في غلطة، خلينا نجرب. هضيف اهو، دوست هنا ما بيفتحش خالص ليه؟ خلينا نجرب. في غلطة في اللوجيك عادي خالص. هو دوست عليه هو اوتوماتيك ديسبلاي نون. ليه بقى؟ تعال نمشيها واحدة واحدة. انا قلت له هل الكارد اول حاجة الستايل بتاعه بلوك؟ اه فعلا هو بلوك، فهو عمل تشيك جواه هو فعلا بلوك، خلاه نون على طول. فانا هقول له دلوقتي هل هو بلوك؟ خلاص يفتح. لو هو مش بلوك، او خلينا نفكر كده. انا بقول له دلوقتي الستايل بتاعه بلوك، تمام تمام، فكده اوتوماتيك هيفتح. فمش هيفتح غير لما يكون في ايتم. كده فتح خلاص اهو. هو دلوقتي الستايل بتاعه بلوك، عايز لما ادوس تاني، يشوف هل هو بلوك. والله لو بلوك يقفل. فانا عايز اقول له هنا تمام. انا بقول له دلوقتي لو هو مش فاضي خليه بلوك. طيب انا مش عايز اعمل ده، انا عايز اقول له لو هو مش فاضي اتشيك تاني. شوف والله هل هو، انا هاخد ده كده زي ما هو كوبي، اشوف اهو والله هل هو بلوك بيساوي بلوك. هو طبعا بيكون اوتوماتيك بنن، هو بيكون مخفي. فانا بقول له لو هو مش فاضي اسال تاني هل هو بلوك. والله لو كان بلوك خليه بنن، لو ما كانش بلوك خليه بلوك. لو هو ما كانش بلوك خليه بلوك، لو هو كان بلوك خليه نون. بالشكل ده. طبعا انا كنت كاتبها في الاول ان انت عاملها كده، عشان كده كانت غلط. انت دايما بتقول لو هو مش فاضي خليه بلوك دايما، فعمره ما هيخش فين في الحته في الالس. دايما هيكون بلوك، فيتشيك ان هو دايما بلوك، فعمره ما يخش في الالس. فانت بتشيل السطر ده تقول له والله هل هو مش فاضي، تمام، خش جوه بقى هل هو بلوك. والله لو العنصر كان ظاهر اخفيه، لو كان مش ظاهر اظهره، لو كان هو مش ظاهر خليه يظهر. تعالوا نشوف. ادي ريفرش، دوست اد تو كارد، تمام. دوست هنا قام فعلا فتحه، دوست تاني قام قفل، دوست تاني فتحه، دوست تاني قفل، وهكذا. تمام جدا جدا. خدنا قد ايه وقت؟ اعتقد ان كده كتير شويه. تمام. خلينا نوقف لحد هنا. عملنا ايه تاني؟ طبعا لسه هيكون في كام فيديو تاني عقبال ما نعمل ريفاكتور ونضيف شويه حاجات تانية ان شاء الله. عملنا ايه؟ عرضنا المنتجات، عرضنا لما ندوس اد تو كارد بتظهر هنا. طبعا عندنا مشكله هنحلها الفيديو الجاي، اللي هي ان انت لما تقعد تدوس بيضيف ايه؟ بيضيف نفس الايتم كذا مره. عايزه تشيك، حاول تفكر فيها عقبال الفيديو الجاي. عايزه تشيك هل الايتم موجود ولا لا. والله لو موجود خلاص ضيف جنبيه رقم 2. ضفت كام واحد؟ 2 3 4 من الايتم ده. ما يقعدش يضيفه كذا مره بالشكل ده. هي نفس الكلام هتلاقي بيضيفه كذا مره، طبعا ده غلط. حاول تشوف الكونديشن بتاعها او تفكر فيها عقبال الفيديو الجاي لما نعملها ان شاء الله مع بعض. لما يدوس على الفيو اول برودكت كنا محتاجين نضيف هنا المنتجات زي ما هي، هيكون نفس الكود مش اكتر اللي هو في الهوم بيج. بس المره دي او المره الجايه هنضيف كل ده في اللوكال ستورج، عشان بعد كده لما اجي اعمل ريفرش انا عايزه ما يجيبش من الكود نفسه، هيجيب من الداتا بيز اللي هي اللوكال ستورج بتاعتنا. تمام جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي نعمل ريفاكتور ونعمل اعاده للشرح هنا. حاول لو الدنيا مش واضحه حاول تشوف الفيديو تاني بعد اذنك. وان شاء الله الفيديو الجاي نحاول نرتب الدنيا ونقسم الدنيا لكذا فايل، ما يكونش الدنيا كلها مع بعض كده عشان ما حدش يتلخبط باذن الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.